زاوية صعبة من أي منطلق عسكري استراتيجي. العسكري لما بنشوف هنا على الفرس ومعه حتى ما يكونش بسهولة يعملوها زاوية 90. هو العربية هو العربية يقدر يفاجئ، لذلك انعمل بشكل زاوية 90 يحمل ايده الشمال ترسل يدافع عن نفسه. صعد بكون صار ضاربين كده بالسيف بعد كده. او بالضغط الرصاص. خش خش. الزاوية صعبة جدا، صعبة للغاية. يجيبوا كيف زاوية 90 يختلف عن كل الأبواب. في أسوار القدس عندنا 8 أبواب. 8 أبواب، هذا أصعب واحد. هذا عملوه بشكل صعب جدا حتى يمنعوا أي اقتحام له. ولا أنا بدنا فرجيكم هون شو صار هون بال 48. صارت معركة بين إسرائيل الصهاينة والعرب الفلسطينيين. أنا بتبعتهم لي حاولوا إسرائيل يحتلوا جبل صهيون، لأنه بالنسبة لجبل صهيون مرمى العصا عن حائط المبكى. لذلك صارت معركة طاحنة هون اللي فيها الجيش الأردني سيطر، وصار الهدنة. صارت هاي المنطقة منزوعة السلاح محايدة. لذلك الإسرائيلي ما كان بإمكانه إنه يروح على حائط المبكى. وين كان يروحوا؟ سأفرجيكم محل بعلية صهيون، على العلية تماما. رئيس إسرائيل الأول يسحق بن زكي كان يجي من عايز أصور يوم معين من السنة يطل على حائط المبكى من هناك. بال 67 تغيرت الأحوال. تعالوا تعالوا طلع الحيطان. ايش بتشوفوا؟ خروم. احنا في القدس القديمة. ايش بتشوفوا بباب صهيون؟ طبعا بعض هذا الرصاص. هذا هو الرصاص اللي بالحرب ال 48 اللي فيه. بس عند اليهود في على كل مدخل بيت بحطوا بسموها بالعربي، لا هاي من مصر هي اصلا. لما كانوا في مصر زمان موسى بحطوا الميزوزا. الميزوزا الحديده هاي بحطوها. عملوا الحديده من الرصاص اللي طالوه من هون، ذوبوه وعملوا الميزوزا كأنه هناك موجودات على المدخل. هذا السور انبنى عام، لا حدا بيعرف اي سنه انبنى السور؟ 48 مثلا. هو اسوار القدس امتى انبنت؟ هذا السور انبنى بثلاث مراحل يا جماعه. سور القدس انبنى بعده مراحل من ايامات الحشمونائيم عام 136 قبل طب الميلاد. بس عشان المطره ما فيش أوكي. مكان نقف فيه. صعب هسه هنا. هسه نروح لغايه جوا على اليمين. نصور ونروح نتكلم في حته اوكي تانية. اوكي اوكي يلا. على اليمين انبنى عده مرات. هيرودس بناه وابنه حفيده انتيباس، ومن ثم انبنى هدموه المماليك، جونا من مصر وهدموه، والايوبيين هدموه، والعثمانيين بنوه عام 1537. استمر بناؤه 5 سنوات. سليمان القانوني. ما فيش محل اللي نتخبى فيه. في مشكلة. انتوا هتفضلوا كده. في مشكلة ما بنقدر نفوت جوا على الدير. طبعا بس اسرعوا شوي. على اليمين. هذا دير الفرنسيسكان، ولازم لابد من كلمه للفرنسيسكان. لابد. ما بعرف اذا بتعرفوا هذه الاشاره شو بتعني. هاي الاشاره ايش بتعني؟ هذا هو رمز الفرنسيسكان في العالم. الحق يقال بال 1700 1800 اجوا هون وانقذوا كثير من الاماكن المسيحيه واشتروا اراضي. عباره عن ايد فرانسيس الاسيزي وايد سيدنا يسوع المسيح عملت هيك. من فوق تاج ملكوت السماوات، الحمامي الروح القدس، بعدين من تحت غصن زيتون السلام،
والتمر انتصار. هذا دير للسلزيان. اسف. الفرنسيسكان. دير من الكنائس المسيحية. انا بشتغل في الفرنسيسكان وافتكر. المنظر بحب اصور هذا المنظر ونحطه على الجامع على الفيس. هذا المنظر. هذه الكنيسه وهذه العصا. لا هو فين المرشد بتاعنا؟ نحن في قمة جبل صهيون. ده العلية. سيدنا يسوع بعد 50 يوم ظهر لتلاميذه وكان أحد أسرار الكنيسة أو واحد من أسرار الكنيسة تم هنا. هنا نشأت الديانة، هنا نشأت الكنيسة. دي علية صهيون. هنطلع ونشوف. وقبر داوود بننزل على قبر داوود هناك. بس الجامع الكل تفضلوا لا نقعد دي صهيون الاول. خش جوه. لفوق نطلع السلم. الدرج. حاول كبيرة. مواليد صهيون العشاء الأخير. العشاء الأخير. طبعا صلاح الدين لما احتل القدس عام 1187 قال نحن كمان نؤمن بالمسيح. يبقى بتاعتنا. فبدنا نعمل هون مسجد. فهذا في عندنا هون الأعمدة هي من زمن الصليبيين القرن الثاني عشر. يعني على كنيسة. المكان ده ايه المكان ده؟ زعلية صهيون. زعلية صهيون. بين القطعات مش سامعين. اوكي ما هو احنا دلوقتي عشان في خلاص. اوكي اوكي احنا في علية صهيون. دي اللي اتعمل فيها العشاء الرباني. نعم هنا. هنا ظهر سيدنا يسوع لتلاميذه بعد قيامته 50 يوم. ظهر لهم وتناولوا معهم العشاء وحلت الروح القدس عليهم وقال لهم اطلعوا تلمذوا الامم. هذا كان هون. العمدان هي اصليه. هي الاعمده اصليه من ايام السيد المسيح يعني؟ لا هي الرومان. زمن الرومان وادفع عليها تصليحات او تجديدات الصليبيين. الصليبيين بالقرن الثاني عشر والثالث عشر كانوا هون. عندنا هنا البرج هنا كان
الطير لازم يكون وين الطير؟ الطير هذه الجورة. اتفضل. ده المسيح كيف بدير باله على اولاده، صورة طير مع الفراخ. مع يمكن ده كان قانون. علية صهيون. هنا كان العشاء السري لما سيدنا المسيح ظهر لتلاميذه بعد قيامته ب50 يوم، كلمهم وعمل الميسا قدس. قالوا كمان نحن المحل بهمنا واحنا بنقدس ونمجد سيدنا عيسى، فعملوا هنا مسجد. المسجد في له ميداني، هسه بحكي لكم عن قصه الميداني هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الجامع بيجي بالخارج. نعم. لا لا عشان معنا الجامع. طب ينفع كده؟ انا لو كنت الشباب في الشتاء يعني كان لازم يطلع على فوق ويطلع على مطل على مدينه القدس. لا احنا نطلع عادي، ما احنا يعني نطلع. احنا مش جايين ده كله عشان جميل ما جدا. نطلعش. هنطلع في الاول. لا مش حضرتك في الاول. احنا نطلع نشوف القدس كلها من فوق. اول احنا نطلع بعد طلعنا السلالم نعم. رقاد العذراء. نعم. هنا رقدت. التقت مع ابنها بعد القيامة. أكبر منظر. هذه اتبنت 1910. كنيسة دورميتيون. رقاد العذراء. أيوة. قبر تحت. جون قرب. جون يا جون كنت مش عارفه افتح عينيا. العلق الذي رآها. الناس عشان البرد. اديني صورة. طب تعالي امسكيها وانا اصور. اوه هذا فيديو. هاي صورة مع فيديو مع رنة جرس في القدس. ده المنظر. جميل. ممكن اروح هناك كده اشوف المنظر. يا رب يا يسوع مبسوطة. شكرا يا رب على الفرصة الجميلة دي. العلق مش عارفة ايه ده. دي مدافن. مدافن. ايه يا ولاد. عايز تكون ورانا. لا ما مش تعان انا عشان المطر. خشوا كده وجهك ولا تحت. نعم ثروات. رقاد العذراء. دورميشن والدورميسيون. لا ما اندفنت، رقدت هنا، كانت نايمة، رقدت ما كانت ماتت. صعدت. رقدت هنا وصعدت إلى السماء. من هنا. نعم. المبنى اللي هناك ده يعني.
مدام ميرفت اتفضل. سلطة بالكنيسة. استاذ ماجد اهو كلنا كده. ايوه هدوء عشان نسمع. امبراطور المانيا ويلهلم زار البلاد، دعوه الاتراك الزياره، لانه الدول الكبرى اوروبا خشت على فلسطين على الشرق الاوسط بسبب ضعف تركيا. انا بليت رجلي، انا بليت رجلي. زار تركيا. تركيا يعني هون. اسمعونا يا جماعه اسمعوا بقى. اسمعونا. عاوز يتفضل يتفضل يا جماعه. ويلهلم مع زوجته فيكتوريا، الملكة فيكتوريا اللي في لها عمارة رح نشوفها بجبل الزيتون، أوغوستا فيكتوريا، اسمها أوغوستا فيكتوريا. عملوا مستشفى وعملوا فندق على اسم أوغوستا فيكتوريا. الأتراك كعمل معروف للألماني هذا ويلهلم منحوه الأرض، قالوا له هاي الأرض لكم، شكرا لكم يا ألمانيا ساعدتونا بحربنا ضد روسيا. الألمان عندهم تيار ديني رهباني اللي هن البنديكت، مش الفرنسيسكان، البنديكت هن ألمان. فمنح ويلهلم الأرض للبنديكت. هاي الأرض هذا جبل صهيون ابنه كنيسة. نادوا الفنان الطلياني بيرلوتسي معروف هلا هندس هذه الآية من الجمال وبنوا كنيسة. ويلهلم شاطر، ويلهلم شاطر. طب انت يا ويلهلم كيف تنطلع البنديكت اللي اني كاثوليك وانت بروتستانت؟ حتى يكسبني في المانيا، لانه هو احتل كل المانيا، صار في صراع بين البروتستانت والكاثوليك، فحتى يرضيهن اعطاهن اجوا المسيحيين بنوا الكنيسه جسنا للمسلمين. شكرا لكم، مسموح الجامع، بدنا نعمل برج. احنا البرج ما حدا بينتبه له، البرج ده مايل. المسيحيين كمان يعني انتم كرمتوا علينا يا مسلمين ما نتكرم عليكم. البرج راح نعمله بشكل مائل اللي ما يأثر على الميداني. هذا برج الكنيسة. مش بس هيك، القبة تبعت الكنيسة اللي علوها حوالي 60 متر، القبة انعملت بشكل القبة تبعت الامبراطور ويلهلم. والجدران الأربعة هذول الساعة إذا بتطلعوا على الساعة من منطقة معينة بتشوفوا الساعة مع الشبابيك، وكان شكل لويلهلم. ويلهلم كان عنده الشوارب وعينيه كبار، فعملوا له الفنان هذا بيرلوتسي عمل البرج على شكل وجهه لويلهلم تقديرا ومعروفا. هو شكله قالوا للمسلمين احنا بدنا نبني البرج بشكل مائل. هو شكله حلو قوي امول قوي. هاي ارض سلام وارض مساواه ومحبه، ثلاث ديانات فليكن. هاي قصه دورميتسيون اللي العثمانيين انشوها لويلهلم في زيارته للبلاد 1898. مستر هي الكنيسه دي اللي هي ذات التيجان الاربعه؟ كيف؟ اللي هو بيقول له الكنيسه ذات التيجان الاربعه. ولا دي حاجه ثانيه؟ التيجان الاربعه، التيجان الاربعه هن الانجيليين الاربعه. القبه دي تابعه للجامع. تعرفش كمان يعرف، بحب اقول لكم هذا الجبل منطقة المندوب السامي، هناك تمت العظة لقيافة اللي راح نزوره بيته، هناك تمت بسموه جبل العظة السيئة. هناك أعاضوا على قيافة انه يجيب سيد المسيح ويحاسبه لانه عمال يعمل شغلات هناك. ايوه جبل المؤامرة، جبل العظة السيئة او جبل الزيتون. ده كله ده كله جبل الزيتون. هذا جبل ابو غنيم او جبل العظة السيئة او المؤامرة على المسيح. جبل المؤامرة. كل ده جبل الزيتون. نعم. ما سمعتش هو قال ايه على الحته دي. دي غرفة كانت مصر رئيس إسرائيل كان بيجي فيها مسموح له يدخل فيها مرتين. مسموح له يدخل فيها مرتين. شوف بقايا الهيكل. بعتمد عليك يا استاذ نبيل.
مش قوي. ها مش قوي. ان شاء الله. خدي بالك انت نازله لا تتزحلق. اه هاخد بس منظر كده عن المكان.